السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة وصفانيت. اليوم بيضة وحده غادي نحضروا كيكة صيفية خطيرة منعشة بامتياز وفي متناول الجميع. نبداو على بركة الله دائما بقبصة من الملح وبيضة واحدة اللي تكون درجة حرارة الغرفة، كيسين سكر بنكهة الفانيلا، كنعملوا كيسين باش كتجينا منسمة بالفاني. كنجيبو نصف كاس من السكر، الكاس القياس ديالو 150 مليلتر، وكنخلطو جيدا حتى كيذوب لينا السكر وكيندمج لينا مع ديك البيضه وحتى اللون ديالو كيتغير. من بعد كنضيفو نصف كاس من الحليب، دائما القياس ديال الكاس هو 150 مليلتر في السوائل. عندنا هنا ثلث كاس من الزيت، يعني ماشي نصف كاس، لا ثلث ديال الكاس، يعني اقل من نصف كاس. كنضيفوه بشكل تدريجي. والان غادي نبداو في اضافه الدقيق. كنضيفو الكاس الاول ديال الدقيق وكنضيفو ليه كيس واحد من خميره الحلويات بيكنج باودر من وزن 8 غرام. كنحاولوا اننا نخلطوا الخميره مع الدقيق باش كتعطينا الخميره المفعول ديالها. صافي كنغربلوه، ضروري ان الدقيق مع الخميره يكون مغربل اي منخول باش ما كيخليوش لينا تكتلات. وكنخلطوا هذاك الكاس الاول، وانا غنعطيكم القياس المضبوط كما عودتكم دائما. الكاس عندنا هذا نصف كاس، يعني كنحتاجوا كاس ونصف من الدقيق، ما يعادل 150 غرام، لان كيوزن لينا هذا الكاس 100 غرام من الدقيق، 120 غرام من السكر، و150 مليلتر في السوائل. كنجيبو قالب سواء اللي كيتفتح من الجوانب او لا هذا اللي كيكون كيطلع هكا من الاسفل. كنجيبو الزيت او الزبده، كندهنوه جيدا وكندهنوه من الاسفل ومن الجوانب. يستحسن ندهنوه بالزبده باش الكيك من بعد ما كيلصق ليناش، وإلا دهنتوه بالزيت فحاولوا تعملوا كميه اللي كتكون شويه كثيره. صافي هنايا كنحاولوا اننا نرشوه بالدقيق وكنزولوا الدقيق او لا الفائض ديال الدقيق. من بعد على بركه الله غادي نفرغوا الكيك ديالنا اولا الخليط ديالنا في القالب وغادي ندخلوه الفرن. غادي نقادو الوجه ديالو، بعدا انا غنفرغوه هكا، غنحطو باش غنفرغو بالكامل. وصافي كندخلوه للفرن نقادو الوجه ديالو، وكنعملوه دائما في فرن بارد باش يجينا الكيك مسطح ما يجيناش مقبقب. صافي من بعد غادي نعمل هنايا 160 درجه مئويه، النار من الاسفل حتى كيبدا كيبان لينا كيتحمر من الاسفل ومن الجوانب. من بعد كنعملوا ليه النار من الفوق باش كيتحمر لينا كذلك من الفوق. وبالنسبه الفرن غازي فالدرجه ديال الحراره تكون خفيفه، يعني باش كيطيب لينا الكيك على خاطرو. هنايا بعد ما خرجناها كما شفتوا كتجينا هكا مسطحه، غادي نخليوها جانبا وغادي نجيو غادي نحضروا الكريمه. في الكريمه كنحتاجوا كاس من الحليب اللي كان في المجمد، شفتوا معايا قطع من الثلج، وعلبه ديال لاموس. كتعملوا اللي بغيتو، موس فانيلا ولا موس شوكولاته، انا عملت موس الياغورت كيجي صراحه رائع. صافي حتى هي راه كنت وضعها في المجمد، يعني حليت هذه بالمقص وضعتها في المجمد هكا باش كتجينا الكريمه متماسكه. صافي هنا على بركه الله كنجيبو ضراب كهربائي وكنخفقو حتى كنحصلوا على كريمه اللي كتكون جد متماسكه. ممكن تخلطوا غير باليد لكن غادي ياخذ منكم وقت ومجهود. صافي هنايا بغيت نوريكم القوام. هنايا راه مازال غادي نزيد نخفق حتى كتولي كريمه ثقيله. صافي هنا على بركه الله الكيك ديالنا كنرجعوا ليه كيكون صافي برد. كنحاولوا اننا نسقيوه بالحليب ولا بالسيرو، اولا بغيتو ما تسقيوهش. صافي من بعد غادي غنجيبوا الكريمه ديالنا ونوضعوها على الكيك. راه الكيك بارد ما توضعوهاش، والكيك ساخن راه غادي يذوب طبعا، شي حاجه باينه. صافي هنايا كنحاولوا اننا نوضعوا كميه بكميه، ما كنوضعوش كلشي، وكنبقاو نضغطوا عليها هكا باش كتجينا مقاده وما كيجوش فراغات. يعني كنحاولوا اننا نتاكدوا بان ديك الكريمه كتنزل لينا في الفراغات اللي كاينين في الجوانب ديال الكيك. صافي هكا غادي نبقى غادا بشويه بشويه حتى غادي نقادها. وهنايا بعد ما قاديتها غادي نحتاج السيرو اللي غادي نعمل فيه كاس من عصير البرتقال. ممكن تكتفيو بنصف كاس عصير برتقال ونصف ماء، يعني اللي بغيتو. وغادي نحتاجو علبه من الفلون
هاد الفلون ممكن تعملوا الصغير، الا عملتو الصغير غادي تعملوا معاه ملعقتين من السكر، الا عملتو الكبير ما غاديش تعملوا السكر لان فيه السكر. صافي انا عملت هذا الكبير. الفلون في الدول العربيه هو الكريم كراميل. صافي هنايا كنعملوا النشا اولا المايفين ملعقه صغيره وغادي نخلطوها، وهنايا صافي كنوضعوها مباشره على النار. وغادي نوريكم على النار كنبقاو نحركو نار اللي هي متوسطه حتى كيوصل الخليط لدرجه ديال الغليان. بعد ما كيغلي كنخليوه حنا كنحركو لواحد المده ديال دقيقه. شتو معايا هكا غنخليه دقيقه وانا كنحرك، ومن بعد صافي غادي نطفيو عليه النار. وملي كنطفيو عليه النار هذه راه وضعتها في المجمد، يعني الكيك وضعته في غير ساليت منه قديت الوجه ديالو وضعته في المجمد. ومن بعد غادي نجي وغادي نبقى نحركو في هذا الخليط حتى كيولي دافئ. ما تصبوهش على الكيك وهو ساخن غادي يذوب لكم الكريمه. بعد ما كيولي دافئ يعني كنوضعوا الاصبع ديالنا كنتحملوا درجه ديال الحراره، صافي كنفرغوه مباشره على الكيك وندخلوه للثلاجه باش كتبرد لينا الطبقه الاخيره. صافي هنايا نخليو الكيك حتى كيبرد، يعني كيبرد وكيتماسك. كنجيبوا واحد السكين كنمروه في الجوانب، السكين يكون رقيق. ومن بعد سواء الا عملتوا داك القالب اللي كيتحل راه كتفتحوه، وإلا عملتوا هاد النوع من القالب راه غادي نوريكم الطريقه باش غادي نحيدوا الكيك. صافي كنحاولوا نتاكدوا باننا داك السكين نزلنا به حتى للاسفل باش كيزول لينا حتى الكيك، يعني ماشي نزولوا غير الكريمه، لا نزولوا حتى الكيك. صافي هنايا غادي نوريكم الطريقه باش غادي نحيدوه. هكا غنوضع اليد ديالي من الاسفل صافي وكنزولوا هذاك القالب اولا الاطار. وها هو الكيك ديالنا غادي نزينوه تزيين. غادي نشارك معكم تزيين بسيط. خليت كميه قليله للتزيين من هاد الكريمه، يعني كميه شي حاجه قليله جدا غير للتزيين. وغادي نعملوا الفوق ديالها الفواكه اللي عندكم من الفواكه. ممكن تعملوا الشوكولاته، ممكن تعملوا الفيغميسال، هذه راه كيبقى غير تزيين على حساب اللي متوفر عند كل واحد. صافي انا هنايا غادي نستمر. هنايا راني عملت الخوخ، عملت البرقوق، المهم نتوما اللي عندكم. وطبعا الكيك راه كيتقدم بارد جدا. وحاجه وحده كما قلت لكم ما عرفتش واش رديتوا ليا البال ولا لا، راه قبل ما نوضع الطبقه الاخيره راه كنت وضعاه في المجمد. صافي هنايا هذا هو الشكل ديالها النهائي. غادي نقطع لكم قطعه تشوفوا معايا شكلها من الداخل. كتجي صراحه رائعه رائعه رائعه، والمذاق يا سلام، مذاق تحفه وسهله وبسيطه. صافي كما عودتكم نقطع لكم قطعه. نسيت حاجه ما قلتهاش لكم، راه القالب اللي عملت انا القياس ديالو 20 سنتيمتر. ما تبخلوش عليا اخواتي بتعليقاتكم. شكرا على المتابعه والسلام.